السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لوطار إلكتريك. في هذا الفيديو هذا غادي نعرفوا شنو هو لوطار إلكتريك ولوطار الكلاسيك، وشكون فيهم أحسن وشكون فيهم اللي غادي يناسبك ويكون الاختيار ديالك اختيار صحيح. إذا بقاو معايا وغادي تعرفوا قصة ديال لوطار إلكتريك والقصة ديال لوطار كلاسيك. إذا مرحبا بكم الإخواني أخواتي المتتبعين هذه الصفحة، طبعا اللي هي ديالتكم، نتوما اللي صنعتوها، نتوما اللي درتوها. هاد الايامات كيتكلموا الناس بزاف شويه على لوطار ديال الكتريك وكيشكروا فيه، ووحدين كيبداو يعيبوا فيه، ولا درجه انهم حرفيه بيناتهم وفنانه بيناتهم بداو كيدخلوا بشي كلمات وشي مصطلحات وهادي. حنا طبعا كدور ديالنا كحرفيين وعندنا على غير على هذا القطاع اللي هو كذلك قطاع ديال الصناعة التقليدية وموروث ثقافي، وهذا دورنا حنا هذه كتعاونية الرمح لفن الديكور. كنحافظوا على الموروث الثقافي ديالنا وكنحاولوا نكونوا فيه وكنأثروا فيه أجيال. إذا هنا ما نطولش عليكم، غادي ندخلوا في المسقي كما تيقولوا. قبل منها خصنا نعرفوا شنو هو لوطار، شنو هو هاد الآلة ديال اللوطار والمراحل اللي كتدوز منها هاد الآلة ديال اللوطار باش وانت حكم. لوطار سيدي واحد الآلة اللي هي مغربية المية في المية، يعني متفق عليها الجميع، العالم كله تعرف هاد الآلة هادي اللي هي آلة لوطار، آلة مغربية المية في المية. كتخضع لمجموعة ديال المراحل تيخدموا فيها جوج ديال الحرفيين، جوج ديال الحرفيين، احيانا الى ثلاثه ديال الحرفيين. اذا اولا لوطار كيكون المراحل ديالو، المرحله ديال الاولى ديالو وهو اختيار نوع ديال الشجره. من بعد كيجي اختيار ديال نوع الشجره، كيجي اختيار ثاني اللي هو اختيار الطرف من الشجره. يعني هذا الطرف راه ماشي هو هذا الطرف اللي غادي تخدم به لوطار، هذا الشيء كيعرفوه خوتي الصنايعيه اللي كيصاوبوا هذه الآلة هذه، وتحية لهم من هذا المنبر. إذا المرحلة الأخرى كذلك اللي كتجي، كيجي الجلد، اختيار ديال النوع ديال الجلد. يعني المعزي هو بالدرجة الأولى اللي كيجي، وبالضبط عاش من حتى المعزي كذلك كيتختار فيه النتوة ديال الجلد ديال المعزي كتكون احسن. هذه من جهه. كذلك يعني اختيار حتى كذلك واخا النوع ديال قلنا المعزي وكذا كذا، اختيار النوع ديال الجلد. اذا هنا هذه هي آلة لوطار. زائد كذلك واحد الحاجه حتى هي كذلك مهمه، اختيار الزمان والمكان. كاين اللي غيستغرب في هذه المساله هذه، اي اختيار الزمان والمكان كيفاش؟ اختيار الوقت اللي غادي تصاوب فيه هاد الآلة ديالك، اللي غادي تختار فيها في الوقت فاش غادي تحفر الجبح ديال هذا. زائد ان كذلك الخدمه والوقت اللي غادي تخدم فيه الجلد، ماشي اي وقت، والمكان اللي غادي تحط فيه هذاك الجلد، ماشي اي بلاصه. يعني هاد الشيء الاشعه ديال الشمس والظل الى اخره، هاد الشيء غادي يجاوبوكم عليه حرفيين ومختصين في هذه الاله. اذا هنا هذه هي لوطار ولا الوتره المغربيه. هذه الصراحه محبوبه الجماهير وعزيزه على كل شيء. وكذلك اخوكم عبد ربي الصراحه عزيزه عليا هاد الآلة هادي لأنها مغربية وكتقيسك انت، وكتقيس اختي انتي، وكتقيسني انا، وكتقيس جميع المغاربة. وما كاينش، وهذه هي الآلة اللي زائد كذلك كترافق جميع الألوان المغربية. فيها الشلحة، فيها الشعبي، فيها شلحة ديال الأطلس، فيها اللي بغيت، فيها أي حاجة. كذلك الحسانية حنا تبتناها في هاد الصفحة هادي، ودخلوا شوفوا فيديوهات اللي كذا كذا من هذا المنبر. كنشكر الأخ مصطفى العازف ديال تيدينيت، وحاولنا نخبيو هذيك الآلة ديال تيدينيت ويعزف لنا على اللوطار باش الناس يسمعوا ماشي يشوف.
خصو يسمع اش خدم الاذن الموسيقيه. ودابا على ذكر ديال هاد الاذن الموسيقيه، هنا غادي ندخلو في المرحله الثانيه ديال لوطار الكتريك. لوطار الكتريك صراحه آلة مزيانه وجميله. اذا هنا حنا ماشي ضد حنا التغيير الجديد والابتكار، بالعكس هذا هو دورنا. كما قلت في الاول، هذه تعاونيه الرمح. حنا دائما فن الديكور، يعني تنخدموا على الديكورات وكنحاولوا نقلبوا على الحرف اللي بغات تموت وتنقرض، كنحاولوا ندخلوا لها شي ديكور اللي هو جديد باش ما تموت. اذا هنا هذا الدور ديالنا. اذا بمعنى انه حنا مع تجديد ومع الفن اللي معاصر، ولكن كنحافظوا على الاصاله. يعني الاصاله هي الاولى، عاد من بعد كنشوفوا المعاصره. اذا هنا كنتحزموا بواحد المجموعه ديال المعطيات اللي انها هي كتكون مغربيه 100%، وكنبدعوا. يعني كما تيقول واحد المثال: تكبر العين حتى تعيا ولكن ما تفوتش الحاجب. اذا هنا اي ملحن ولا اي فنان كيعزف كيتحزم بواحد الايقاع، بواحد الميزان. كما قال لك، يعني الايقاع هو الميزان الذي يتقيدون به العازفون على الآلات. يعني ضروري هذا الملحن ولا هذا اللي كذا كذا ضروري كيختار واحد الايقاع من هذه الايقاعات. مثلا حنا كنتكلموا على المغرب، لابد ما غادي ياخذ الشعبي ولا قناوي ولا عيساوي ولا حضاري، الرقاده، ارجماك. يعني مجموعه ديال ايقاعات اللي كثيره تبارك الله ومعروفه، والناس بدعات وتفنوا كذا. ولكن شكون يعطينا شي واحد من هاد الفنانين اللي معروفين مثلا كيديروا كيلحنوا، هادو اللي تيهضروا بيناتهم مشكلين بيناتهم، يعطينا شي واحد فيهم عطانا شي ايقاع، نوع الايقاع كنقولوا هذا الايقاع ديال فلان فلاني. خليني ولكن كتطور كتزيد هادي ولكن ايقاع ديالك. مثلا الا قلنا في الشلحه مثلا ايقاع ارجماك، كاين شي واحد ايقاع حضاري عيساوي. واش كاين شي واحد عطانا شي ايقاع ويسميه شي حاجه ديالو نسمعوه جديد؟ يعني ضروري كنتحزموا بهذا يعني من التراث ديالنا باش كنبداو نخدموا وكنبدعوا. اذا هنا هذا ماشي اختصاصي، غير حنا ضروري خصنا نتحزموا بهاد الحويجات هادو. عاد يمكن لينا نبدعوا، يعني باش ما نخرجوا على المألوف. اذا هنا نرجعوا للمساله الاولى اللي كنتكلموا بدايتنا، هي الاذن. يعني الاذن الموسيقيه. ملي كنتكلم على الكتريك، ملي كنتكلم على اوتار الكتريك، اذا هنا مشى السيش. ما بقيناش كنهضروا على شي حاجه سميتها السيش اللي كتضرب على المباشر. كنولوا خدامين باش بالضوء. يعني كندخل الجاك كيتانيلا داكشي. شكون اللي كيولي يتحكم في الصوت وفي الى اخره؟ شكون اللي كيولي يتحكم المؤثرات الصوتيه. اذا هنا ملي كيتحكموا المؤثرات الصوتيه، يعني هادوك المعايير اللي تكلمنا عليها في الاول، وداك امتى غيتصاوب هاد الجهد، امتى الاختيار ديالو، النوع ديالو كيتلغى. كلشي هادشي ما بقاش عنده حتى شي ميزه. يعني ممكن مثلا هذا جيتار ها هو شنو دابا خدام فيه هاد الباستيه هي اللي كتجبد الصوت وكتعطينا هنا الفوليم وكتمتصها دوك الصونو، وكندخلوا دوك المؤثرات الصوتيه هي اللي كتلعب. دخلتي لوكتاب ولا الفايزر الزوم الى اخره كواليزور، مهم داكشي لا يعد لا يحصى بزاف. المهم حنا ما نتكلم هذوك المؤثرات الصوتيه هي اللي كتولي تحكم. هذا جيتار دابا الشكل ديالو هكا، الا قطعناه من هنا، قطعنا هذا من هنا وقطعنا هذا من هنا وخلينا غير هذه بحال هكا، راه ما غادي تغير فيه حتى شي حاجه. غيبقى داك الصوت اللي سمعتي هو الصوت اللي سمعتي. نفس المشكل عكسو هذا، عفوا، هذا الا تقبنا غير الجلد هنا تقيبات غيتغير لينا كذا الى اخره.
حركنا الروح ديالو ما درناهاش في البلاصه ديالو، غادي ما غاديش يعطينا داك الشيء اللي بغينا. كان الجلد الى اخره كذا كذا كذا، مجموعه ديال الحويجات غادي تغير. بمعنى اننا باش كنخدموا ولينا تنخدموا بشي حاجه اللي هي حساسه، وحنا انت كفنان كتعزف يعني دائما كتكلم وكتعزف بحس. اذا هنا باش نتفاهموا، اللي بغى يشري شي آلة ما يمكنش غادي يجي ويقول لي ديرها في الضو هي الاولى مباشره، وطار ولا كمان ولا عود. فهمتي؟ ملي كنتكلموا على الكتريك راه كلام اخر باش نتفاهموا. اذا هنا انت حنا راه ما تنقول لك هذه مزيانه ولا هذه، انا غير كنعطيك واحد المجموعه ديال المعطيات وانت كتختار باش نتفاهموا. حيت عبدو ربيه غير كندير ترميم ديال الآلات الموسيقيه. كنت سابقا كنقولها دائما، كنت مختص في ماندولين والبوزق. عندي واحد المجموعه ديال الافكار ديال هذه على الالات وهذه، ولكن انا على ما قلت انا كندير الترميم ديال هذه الالات الموسيقيه، مشاكلها وهذه. اي واحد مسكين بغى يضيع في واحد الاله وبغى يزيد لها شي حاجه مرحبا. هذه يعني حنا دابا المشكل اللي غادي كنناقشوه دابا وهو هاد الاله اللي كتكون الكتريك. هذا هو الدور ديالها. راه ممكن الا خديتي شدينا باش تفهموا، الا شدينا اي اله، شتي داك الطارو راه لعبنا به كنا، داك الطارو اللي كنا كنصاوبو ديال الزيت، درنا فيه كمان، درنا فيه وطار، درنا فيه كذا الى اخره. ولكن الوقت اللي مثلا درتي ليه السيستيم راه ما بقيتيش غتعرفوا الا ما شفتيه، ما غاديش تعرف هاد الاله هادي تسمع واحد الصوت في شكال زايد دير لها مؤثرات وهذه ما بقاش تفاهمنا. الله يجازيكم. ولكن فاش كتحيد كلشي وكتصنص كتعرف باللي انه دار اوتار ديال الجالوق كما تنقولوا. ولكن ملي كدير دوك المؤثرات الصوتيه كيتلغى داك الشيء، ما بقيتيش كتعرف. اذا هنا دابا انت اللي غادي تعرف وغادي تحكم. زائد كاينه واحد المساله اللي هي مهمه، الله يجزيكم بخير. دابا اي واحد دابا كنشوفوا العود، الناس الاكاديميين في العود اللي معروفين عالميا في العود، راه اللي مات الله يرحمه واللي باقي في الحياه الله يطول في العمر ديالو، ما كان شي واحد كيدير الجاك كيبرونشي كيدير الجاك. ما رديتوا ليها البال ولا ما رديتوا لها؟ ما كيديرش الجاك. ما تندووش على حاليا، الله يجزيكم بخير باش نتفاهموا، لان كاين فرق ما بين الالوان الموسيقيه وكذا كذا كذا. ملي كنتكلموا على السماع يعني شي حاجه بغيتي تصنت ليها، يعني شي حاجه اللي طربيه وغادي تصنت ليها وكتسمعهم ما كتلقاش داير الجاك. يعني كيدير ميكرو. وفي ولا رديتو كاع بالضبط المسابقه ديال العود ديال احسن عازف ما تيديروش ليه السيستم، تيديروا ليه ميكرو وتيعزف باش يخرج الصوت الحقيقي زايد. كاين واحد المعلومه عاوتاني كذلك مهمه، كتلقى 1000 عود مصايبين وربما يصابهم واحد، ولكن راه كل واحد والنغمه ديالو مختلفه. هادشي كاين ولا ما كاين؟ ولكن الجيتار الكتريك كلهم بحال نغمتهم بحال فهمنا. فين كيكون الخدمه وفين هادي وفين هادي فين هادي كيكونوا فاش السيستيمات في الاصوات وكذا وهذا. وهذا الشيء اللي كاين ما بغيتش نطول عليكم حيت هنا كاين بزاف ما يتقال، وانا ان شاء الله وراء التعاليق ديالكم. لانه بالنسبه لهاد الاله ديال لوطا بدعوا الاخوان وداروا الوان وداروا ديكورات. ولكن كاينه عندي لهم الاخوان اللي كيصابوا عندي لهم ان شاء الله فكره الناس ديال واخا بدعوا وداروا الناس اللي داروا طوروا هذه الاله وداروا الكتريك يعني بدعوا، ولكن واحد المساله مهمه بزاف ما داروهاش وهي مهمه واساسيه للاسف ما انتبه لها حتى شي واحد. وانا عبد ربي ان شاء الله راه غادي نشرحها لكم وغادي نوريها لكم باش تكونوا على بال وتحيدوا هذاك بالنسبه لي تيبان تيفو. لانك انت ملي كتدخل باش نتفاهموا، ملي كندخلوا في العصرانه وكنقولوا هادي وهادي حيت كاين الناس اللي بغات الكتريك
شغلو هذاك بغى الكتريك كيلقاه واحد الصوت معين وهذه الى اخره بغى. ولكن كاين واحد الخطا تما كبير كيبان لي في هذيك الاله، خصو ما يكونش فيها باش نقولوا الكتريك. هذا دابا الكتريك ولكن ما فيه حتى شي حاجه اللي هي نقولوا خارجه داخله، ماشي هي هذيك. يعني باقي في هذيك، في هذاك ديك العصرانه باقي فيها واحد شي حاجه اللي هي كلاسيكيه، يعني خصها تحيد. فهمتيني؟ ربما كاين فيكم اللي غادي حاول تزعزع شويه وفهم، وكاين اللي مازال كيفكر. ولكن ان شاء الله خوكم معاكم ان شاء الله في التعليقات ديالكم والمسائل ديالكم، وراه ان شاء الله غادي ندير فيديو وغادي نوريكم شي حاجه جديده اول مره غادي دار في لوطار باذن الله تعالى. المهم ما نطولش عليكم، كان معاكم خوكم بن صالح دكتور الالات الموسيقيه كما سميتوه نتوما، والسلام عليكم ورحمه الله.